الذي ناخده من حضرتك مؤكدا أن الحرية والعدالة لن ترشح رئيسا للجمهورية. هذا مؤكد على مسؤوليتي. ده خبر ان على مسؤولية الحرية انما ممكن تدعم حد. انا هدعم حد طبعا. طبعا هتختاروا حد تقولوا ده معانا. بالتأكيد. سنعلم من الذي استقر عليه الرأي في الترشيح عموم الناس، ثم نتشاور مع كل القوى السياسية وقد نختار شخصية نقف وراءها من الموجودين حاليا أو من غيرهم إذا كان هناك مرشحين آخرين. هذا أمر لم ويا ريت اليهود بتوعنا يرجعوا لنا بعد كده عشان يفتحوا مكان للفلسطينيين بقى، يعني الفلسطينيين يرجعوا بلدهم، يجوا اليهود بقى العرب يرجعوا بلادهم ان شاء الله. الكلب ده قول على مكتبي. يا عمي ده بيحسبك الحاج بيسرقوا الحاج، عدوا الخيمه وبيسرقوا الحاج. عاملين طباحه البرادع، عاملين طباحه البرادع. البرادع الكلب الخاين. امريكا واوروبا. بلاد تتدخل شويه الخونه اللي كانوا عاملين هنا، جبنا لسه ومعفيين. انت مالك؟ انت بتصوري ايه؟ ما تلمسنيش. فين الرجاله اللي هنا؟ ما تلمسنيش لو سمحت. ما تلمسنيش لو سمحت. ما تقفيش حوالين الشباب. ما حدش يلمسني. راح اصور. انت مالك؟ احنا بخير ولا ايدك؟ اوعى ايدك بتصوري ايه؟ انت مالك؟ بتصوري ايه؟ خدوا بس خلاص. وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 80 متورطا في أعمال العنف وحاملا للسلاح ومستعمل له. فتح شنطتي وهي فاضيه وقال لي انها جواها مولوتوف، واتهمني ان فيها مولوتوف، وبعد كده عرفت ان حط فيها سكينه كمان. وحققت النيابة العامة مع بعضهم والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم بمعرفتها. ومن المؤسف أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط. بتهددني، انت هتموت النهارده، انت هنذبحك لو ما قلتش ان انت تبع كذا، انت مأجور، انت تبع حمدين والبرادعي، يقول ان انت تبع حمدين والبرادعي ونسيبك، لو ما نطقتش هنسلمك للناس اللي كانت بتضربك، وهكذا يعني. المهم مين اللي اداك فلوس؟ تبع مين طيب؟ اصل لو نكرت هناك هيبهدلوك والله شغال هيضربوك. سيبك الكلام ده خلاص فهمناه، ما تقولوش تاني. هيموتوك ضرب، هيقتلوك والله. قول مين اللي وراك؟ السلاح. إن اعترافات هؤلاء والتحقيقات معهم سوف تعلن النيابة العامة من جانبها نتائجها التي تجرى الآن في هذه الوقائع المؤسفة.
خوفنا من الله يعصمنا ويمنعنا ويحجزنا أن نؤذي إنسان أو نمد أيدينا لإنسان لنزهق روحه كما فعل بعضهم فينا. هكذا والبيانات الواضحة الصريحة تقول أن الشهداء 8 كلهم من الإخوان المسلمين. ورا المرشد بقى كان في صور، في منهم صورة لأحمد فيصل. أحمد فيصل زي ما انتم شايفين اهو، الحمد لله أحمد فيصل مصاب مش شهيد ومش إخوان، كلهم من الإخوان المسلمين. هو يعني عايزيني بقى معلش في الكلمة زي ما تقولي كده بيقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته. كلهم من الإخوان المسلمين. يا حرية فينك فينك، الإخوان بيننا وبينك، الإخوان بيننا وبينك، إسماعيل يا أخانا، إسماعيل يا أخانا. هل ده زنا؟ هل اللي احنا شايفينه؟ انا الاول هو سالني سؤال وانا بجاوبه. هو قال لي ايه؟ زنا؟ هو قال لي ايه؟ انا جاي لك يا حبيبي. انا ما اعنيه هل تتوب عن الزنا ولا تتوب عن معصيه الله؟ لما اجي للنقطه دي هقولها. لا ما هي دي النقطه اللي انت ماسكها في ايدك دي دلوقتي. لا انت بتقول لي تتوب عليه، بقول لك تتوب عن ده اللي هو ايه؟ الكاميرا فين؟ اللي هو ايه؟ الكاميرا فين؟ اللي هو بص له وقول لي ده ايه؟ لا حضرتك انت قول لي ده ايه؟ انت قول. خبر بيقول ان بشار الاسد مات دلوقتي، والخبر الثاني الله اكبر الله اكبر، بشار مات، بشار مات، الناس فرحت، الناس سجدت، بشار مات. كل ده الخبر الاول. طب ايه هو الخبر الثاني؟ الحقني بيه. المعلومه الثانيه بتقول ان هو هرب بره سوريا. كده راجل الرئيس مش قادر على كده. لسه يوزع ضرب تمارين ليه؟ يا شيخ محمود هتقولي راجل. السياسة لها وضعها. يعني ايه السياسه ليها وضعها؟ اهدى. ده انا رئيس البلد. اهدى. يسقط حكم العسكر، عرس ديمقراطي، عندنا برلمان، مناخير البلكيمي، لن نرقع، انتخابات رئاسيه، ابو اسماعيل امريكيه، جوله ثانيه، مرسي كسب، شفيق كسب، الاخوان نزلوا في كل مكان، مرسي كسب، افتح صدرك في الميدان، اقاله المشير، خلاده المشير، سيده بتضيع، الشاطر وبديع، صديقي الوفي شيمون بيريز، علاقتنا مع امريكا، النيس، حل البرلمان، اين البرلمان؟ حكومه زي الفل، براءات للكل، عندنا بابا جديد، الاهلي حديد، موقعة الاتحاديه مواقع اباحيه، حصار الدستوريه شريعه وشرعيه، اين البرلمان؟ انا سعيد انك سالتني السؤال ده. مشي النائب العام وديه الفاتيكان، مش هيمشي النائب العام، طلع له اعلان دستوري، قرار جمهوري، علي المهدي قلع الثاني، ابو تريكه طلع اخواني، يسقط حكم المرشد، النباتات، حاله مسلوقه ب6 7 4، ما ذنب النباتات؟ اين البرلمان؟ لن نركع تاني، هاتولي راجل، جابوا لك راجل